انا اسف على الريفيو المتاخر، معلش، بس انا لسه شايف الفيلم امبارح بالليل في الضلمه لوحدي. وبما اني مش هنام 3 ايام قدام، قررت اني اعمل ريفيو. ايه ده؟ فيه يا حبيبي ده اللي يخاف من العفريت. The Conjuring 2 هو فيلم رعب من اخراج جيمس وان، اللي معروف بافلام زي انسيديوس وصا، ومن تمثيل باتريك ويلسون وفيرا فيرميجا. والفيلم بيحكي واحدة من القصص اللي مروا بيها عائلة الوارنز، اللي كانوا بيشتغلوا محققين في الأحداث الغير طبيعية أو اللي ليها علاقة بالأشباح. واه، الفيلم ده مبني على قصة حقيقية. وكالعادة هبدأ بالمزايا، بعديها العيوب، بعديها أقول رأيي الشخصي عن الفيلم. أولا المزايا. الفيلم مرعب أوي، جدا. ايه ده؟ وأظن ده أهم حاجة لازم تكون موجودة في فيلم رعب. وهشرح ليه الفيلم مرعب دلوقتي. بس هشرح حاجة الأول. في حاجة اسمها atmospheric horror، وفي حاجة اسمها jump scares. الاتموسفيريك هورر هو الرعب اللي بيعتمد على الأجواء اللي بيعملها الفيلم، اللي بتحسسك بالخوف والقلق لفترة طويلة. وصعب جدا إنك تحقق النوع ده من الرعب، عشان بيحتاج موهبة حقيقية وشغل كتير. النوع التاني هو الجامب سكيرز أو الخضة، وهو إنك تكون بتتفرج عادي جدا وفجأة يظهر حاجة مرعبة من العدم وبصوت عالي، وده يخضك. بس غالبا هتلاقي نفسك بتضحك بعد ما تتخض. فأي نوع من الرعب اللي كان بيحاول يبنيه مش هتلاقيه بعد كده. وزي ما هو واضح، النوع ده مش محتاج أي موهبة قوي، وبتكون طريقة رخيصة عشان تعمل فيلم رعب. من أمثلة الأفلام الأتموسفيريك هورر هي ذا بابادوك. ومن أمثلة الأفلام اللي بتعتمد على الجامب سكيرز هي ويجا. وأظن في فرق واضح جدا ما بين الاتنين. المهم، The Conjuring 2 يعتبر مزج ما بين الاتنين، بس بيميل أكتر لأتموسفيريك. وده عجبني جدا، لأن طول ما الجو مخيف ومرعب وكمان متوقع إن جامب سكير أو خضة تحصل، هتضاعف إحساسك بالرعب. واوعى تفتكر ان بعد الخطة هيهمد زي الافلام الرخيصة، الرعب الرخيصة. لا 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 لا، بالعكس، بيرجعك لحالة الخوف تاني والقلق تاني، وده احسن حاجة عملها افلام الكونجرينج. تاني حاجة، اللعب بالكاميرا. جيمس وان لعب في الفيلم ده بالكاميرا زي ما كان بيلعب ميسي بالكورة. كان بيعمل فن قدامي. كان عليه كام مشهد استخدم فيهم الكاميرا بذكاء رهيب، خصوصا المشهد اللي كان فيه اد وارن بيكلم واحدة ملبوسة، والكاميرا كانت عاملة فوكس عليه، والملبوسة قاعدة ورا على الكرسي وراه، بس عليها البلور افكت عشان هي مش عليها الفوكس. وده كان من احلى المشاهد اللي شفتها في افلام الرعب. تالت ميزة، الصوت. الصوت يعتبر تلات ارباع فيلم الرعب، لان الصورة من غير صوت في افلام الرعب ممكن ما تخوفش قوي، انما الصوت لوحده من غير صورة ممكن يرعب. والصوت في الفيلم اذا كان ساوند ميكسينج او اديتنج فكان تحفة، والصوت كان مرعب جدا في الفيلم. رابع ميزة، التمثيل. من أصغر ممثل لأكبرهم كان هايل، ما كانش فيه تمثيل فصلني عن الفيلم أو حسيته تمثيل. وطبعا أحسنهم كانوا البطلين باتريك وفيرا. وكمان الفيلم حاول يخليني أهتم بالوارنز أو الاتنين دول أكتر من الجزء الأول بكتير. أنا اوريدي بحبهم من الجزء الأول، بس هنا كان فيه المشاهد اللي بتقوي العلاقة ما بين المشاهد والشخصية، وده عجبني وخلاني أخاف عليهم أكتر في الفيلم. ودلوقتي العيوب. أنا ما لقيتش عيوب كتيرة في الفيلم بصراحة، بس كان فيه كام حاجة كده كان ممكن تبقى أحسن. اولا، مشهد الكروكد مان. اول مره تشوف الكروكد مان في الفيلم هيفصلك تماما بصراحه. السي جي اي وحش جدا. الكروكد مان نفسه ما بيخوفش، وقطع اتصالي بالفيلم والقلق اللي انا كنت فيه. تاني عيب لقيته في الفيلم، ان انا حسيته شبه الجزء الاول قوي في البنيه بتاعته بالذات. لو شفت الجزء الاول وبعدها الفيلم ده هتفهم انا اقصد ايه. البنيه هي انما الاسماء اختلفت. وتالت عيب في الفيلم هو اظن انه اكبر عيب فيه، ان الفيلم ما كانش متوازن. يعني ايه؟ اقصد ان النص الاول من الفيلم كان مشهد رعب بعده مشهد رعب بعده مشهد رعب من غير رحمة، مفيش نفس عارف اتنفسه. بس النص التاني، او بالظبط بعد مشهد الكروكن مان، او بعد الساعة الاولى من الفيلم، لقيت الفيلم بيهدى شوية وبدأ يتوازن ما بين القصة والرعب، واللي كان نفسي يحصل من الاول. ودلوقتي هقول رأيي الشخصي عن الفيلم. انا حبيت الفيلم ده جدا، واظن انه من افضل افلام السنة. لو حبيت تقارنه بالجزء الأول فهو مرعب أكتر، إنما كتوازن وقصة أظن إن الجزء الأول أحسن. أنا عن نفسي بفضل الجزء الأول شوية، بس ده رأيي الشخصي. ممكن بسهولة جدا إنك أنت تحب الفيلم ده أكتر من الجزء الأول. أنا بس كانت مشكلتي مع الفيلم ده التوازن، وإن كنت أحب إن القصة تبقى معروضة أكتر من كده بشوية.
شكرا لكل اللي اتفرج على الريفيو، ويا ريت يا جماعة لو عجبكم الفيديو لايك شير وسبسكرايب عشان ده بيساعدني جدا. كان معاكم أزايفز، السلام عليكم.